عشان أبلغكم إن أنا قررت أدخل الحرب، وفي الحرب كل واحد بيبقى ليه دور. خدامينك يا نوح بيه. اتكلم عن نفسك. أنا مش خدامة حد، أنا بعرف الأول أدي إيه وهاخد إيه. الفترة اللي جاية كل واحد هيبقى مطلوب منه حاجات يعملها بعينها من غير أي اجتهاد أو تشغيل دماغ. وأنا بقى هكسب إيه؟ هنا محدش بيكسب، أنا اللي بكسب وأنا اللي بوزع المكسب. كل واحد فيكم بيقوم من النوم الصبح بيحمد ربنا إن أنا سايبه لسه عايش. والشغل يا نوح بيه؟ أنت بتشتغل مع حد غيري؟ لا. خلاص، يبقى لما يبقى في شغل هبلغك أو هكلف حد إنه يبلغك. مفهوم؟ مفهوم. مفهوم؟ مفهوم. بار التجار الصغيرين إيه؟ كله تمام، وهتشوف العملية الجديدة. وبمناسبة العملية الجديدة، أخبار المواعيد إيه؟ رجالتنا بيدرسوا تأمين الطريق، أول ما نكون جاهزين هنبلغ المدام ونحدد ميعاد التسليم. العقدين اللي القناة مضيتهم دول عشان خاطر العملية دي حصتك فيهم هتبقى كبيرة، لازم تتغطى. ما تقلقش، أنا بقيت فاهمة الموضوع كويس أوي. نوح ما بيقلقش، وانت كده كده لازم تاخدي بالك انك لو وقعتي هتقعي لوحدك. مفيش وقوع إن شاء الله. على فكرة أنا ماشية على الخط اللي أنت رسمته لي بالظبط. نورته. استني يا ليلى، عايزك. عايز تسأل على حاجة تاني؟ لسه ما قلتليش اخترتي ايه؟ بين ايه وايه؟ بين اني اقتلك ولا اتجوزك؟ اقتلني يا نوح. ما تخافش، ما تقلقش. ها؟ انا مش خايف، بس انا مش متعود على الجو ده. انا بقى متعود على الجو ده. معلش يا ازعجناكم. يا عم انت مين وعاوز ايه؟ وبعدين انجز بقى عشان احنا ما عندناش وقت نضيعه في جو الافلام اللي انت عامله ده. بالراحه علينا يا عز باشا. هو ده الحضن اللي المفروض تقابل بيها اخوك؟ اخويا؟ ايوه اخوكم رضوان. انا مش مقتنع باللي انت بتقوله ده، وعايز اعمل تحليل دي ان ايه. اهدي يا ناس ودي. عموما المعمل هنا ممكن يعمل لك اللي انت عايزاه. احنا عدنا التحاليل تاني وانا اشرفت عليها بنفسي وطلعت النتيجه زي ما هي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احتمال كبير في حاجه انت ما تعرفيهاش. حاجه زي ايه؟ ما تقوليش كده. انا بنته، بقول لك بنته الوحيده. العلم اللي بيقول يا نسا مش انا. واللي اتعلمته ان الفصيلتين دول استحاله يجتمعوا. انا اسف. تقدر تتاكدي بالطريقه اللي انت عايزاها. ايوه اخوكم. ايه مش قد المقام؟ يمكن لو كان سليم باشا عمك ما قتلش امي وابويا وشردني من وانا عيل في الشوارع، كنت بقيت حليوه زيك كده. يعني انت عايز تقول ان انت اخونا من امنا؟ اسم الله عليك. رضوان واد اللي سليم قتلها بعد ما قتل ابويا. اديك انت قلتها، سليم قتلها، احنا ذنبنا ايه بقى؟ طب بما اننا بقى طلعنا اخوات، مفيش كوبايه شاي كده علينا؟ ده انت نشفت دمنا. وبعدين يا اخي دي داخله تخش بيها على اخواتك، ما ينفعش. هو ده الوش اللي هتشوفوه مني لحد ما اعرف انتم معايا ولا عليا. يا عم هو مش قال سليم اللي قتل ابوه؟ انا اتخنقت. احنا مالنا احنا في الموضوع ده؟ ذنبنا ايه؟ مالكمش ذنب، بس ممكن يبقى ليكم لو قررتوا تكملوا في حضن العطارين، عشان انا ناوي اخلص عليهم كلهم قصاد رقبة ابويا. كلهم ايه؟ هتموت كل الناس دي عشان خاطر واحد؟ هم ذنبهم ايه اصلا؟ ذنبهم من ذنب ابويا. انا كمان ما كان ليش ذنب. طب ما بالراحه على نفسك بقى يا اخويا رضوان. انا مقدر قهرتك على ابوك وامك، معاك حق، بس خلي بالك
انت داخل على العطارين. عطارين. زين قوي. طيب عشان ابقى عملت اللي عليا من ناحيتكم وريحت ضميري، انا عاوز منكم كلمه واحده. انتم معايا ولا معاهم؟ ولا كلمه ولا كلمتين، انا اصلا ما اعرفش انت مين. ربنا يوفقك، بس انا مش معاك، انا مع ربنا. نفسي يبقى ليا اخواتي وقفوا في ظهري، بس انتوا دلوك ولاد العطارين، يعني منهم وكل واحد حر. بس لو حد جاب سيره باللي حصل يبقى عجل بموته. انا عملت اللي عليا من ناحيتكم وسالتكم وريحت ضميري. ده العهد اللي خدناه سوا، كلمة تجيبكم وكلمة توديكم. الراجل ما اديناش كلمه يا هارون، ادانا وعد وكان صادق معانا وشغل ناس منا معاه. بيجر رجليكم عشان ينتهي شركم، بقى تخونوا كلمة كبيركم عشان واحد غريب. كبرنا اللي ضحك علينا عشان يلاقي في ارض بنت عمه. بخ السم في ودانك، بخ السم في ودانك، وانتوا صدقتوه. طب ايه قولكم؟ لا فيه مشروع ولا حد هيشتغل فيه، بيكذب عليكم. اظن جه الاوان نشوف كبير غيرك يكون صادق معانا ونشوف مصلحتنا. بينا يا رجاله. هتشوفوا مين اللي كذاب، مين اللي بيضحك عليكم. انا مش فاهم حاجه. هو انا وشي وحش على العطارين ولا العطارين هم اللي اصلا نحس؟ لا وشك مش وحش ولا حاجه، ما تقلقش. هما طول عمرهم كده، اعدائهم كتير قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. عامة هو كل واحد ما بياخدش غير نصيبه. عندك حق. انت هتعمل ايه؟ هكلم يحيى. كلم يحيى؟ انت اتجننت؟ اقفل. ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عز؟ ما بالراحه. بالراحه ايه؟ هو مش الراجل لسه محذرك؟ وقال لك انت لو قلت لحد هيعجل بموتك. احنا مالنا؟ نخرج بقى بره الموضوع ده عشان ما نلبسوش. يا عم دول اخواتنا. ايه؟ اخواتنا. هو انت صدقت عز الكلام ده؟ اخواتك ايه؟ عملوا لك ايه عشان تقول لي اخواتنا؟ على فكره بقى محدش فيهم بيتعامل معاك على اساس ان انت اخوه. انا وانت توفينا في القصر ده، لازم تبقى فاهم كده. لا هات التليفون، لازم اقول لهم، لازم احذرهم. مش هينفع. تحذر ايه؟ انت هتوقف قدر ربنا؟ استغفر الله العظيم. ايه يا عز؟ استغفر الله العظيم على ايه؟ ايه يا عم انت هتكفر وانت واقف؟ الله. امسك تليفونك يا عز واسمع كلامي، فكر كده هتلاقيني انا الصح. اللي قبلك كان راجل وابن اصول وامين، كنت بسيب له المعرض بالاسبوع وانا عارف اني في ظهري راجل. اخرتها فداني بحياته. الله يرحمه. هما دايما الجدعان اللي بيروحوا في الاول. وانا من كلام حسن وعمار عنك عارف انك مننا وشبهنا، بس انا في حاجه واحده عايز اعرفها منك عشان ارتاح. امورنا يا كبير. ايه اللي خلاك ترمي اخواتك والدار وتروح ترمي نفسك في حضن موسى الجلاد؟ وايه اللي رجعك تاني؟ انا هتكلم معاك بصراحه يا كبير. مش عايز منك اكتر من كده. انا لما رجعت الدار بعد مأمورية المخازن لقيت كل حاجه اتغيرت من بعد زنبيه ما مات. مخبيش عليك، ما لقيتش العطارين اللي كنت سايبهم. ضعفت بعد ما كنت نسيت يعني ايه كلمه ضعف. والصراحه كده ما كانش عندي امل ان العطارين هتقوم لهم قومه تاني. فلما موسى رجع اخترت تلعب مع الكسبان؟ لا، على اقوى.
شغلانتنا دي من اول التامين لحد الاستلام والتسليم، ما كنتش قوي هتخسر يعني هتخسر، وانا كنت عاوز اكمل في الشغلانه، معرفش غيرها الشغلانه دي. وايه اللي رجعك تاني؟ ان الموضوع مع موسى ما بقاش موضوع شغل، بقى مركز مع العطارين بس. وما انكرش انها ما كانتش فارقه معاه في الاول، خصوصا وانا شايف العطارين هم اللي مفرقين نفسهم. وما تاخذنيش يعني، انا مش هخاف عليكم اكتر منكم، بس لما لقيت ولاد العطار بيلموا نفسهم من تاني قلت ده مكاني الطبيعي، وربنا هداني وغلبت شيطاني. وانت شيطانك ممكن يغلبك تاني؟ عاوز الصراحه؟ يا ريت. لو العطارين اتفرقوا تاني انا هاكل عيش في حته تانيه. تعجبني يا نصار. أوضة مرش في المعرض زي ما هي، متوضبة سوبر لوكس وحمام سخن وساعة، حاجة كده آخر روقان. هتقعد فيها كام يوم لحد ما أشوف لك